السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ هذا الفيديو بطبيعة الحال نتمنى التوفيق لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا اللي غادي يجتازوا إن شاء الله الامتحان الوطني اللي غادي ينطلق غدا بإذن الله. ايضا كنوجه التحيه لتلاميذ السنه الاولى بكالوريا اللي اجتازوا الامتحان الجهوي. كما كان الحال اللي دوز مزيان الله يوفقه، واللي كيشوف راسو بانه ما كانش الاداء ديالو وما كانش الاجتياز ديالو للامتحان مرضيا ولا بالطريقه التي كان يتوقعها، ما غيمكن لينا نقول لك الا الله يسمعك خبار الخير. ندوز الموضوع ديالنا، بما انه من بين المواد التي ستقومون باجتيازها او ستمتحنون فيها توجد ماده الفلسفه. كنلاحظ بان معظم التلاميذ في هذا الصدد كيطرح مجموعه من التساؤلات ربما اللي كتراود الاذهان ديالهم، خاصه في الدقائق الاخيره قبل اجتياز الامتحان الوطني. من بين هذه التساؤلات، واش خصني نصيغ لكل موضوع المقدمه ديالو؟ هنايا فيما يخص المقدمه ممكن انه تصيغ واحد المقدمه اللي ممكن انك ديرها سواء كنتي غادي تشتغل على القوله او كنتي غادي تشتغل على النص او كنتي غادي تشتغل على السؤال. علاش؟ لان العناصر التي يجب الاشاره اليها في المقدمه لا تختلف، سواء كنتي غادي تشتغل على النص ولا كنتي غادي تشتغل على القوله ولا كنتي غادي تشتغل على السؤال. ملي كنقول العناصر يجب الاشاره بطبيعه الحال الى المجال العام اللي هو المجزوءه، ثم الاشاره الى المجال الخاص اللي هو المفهوم، ثم تحديد القضيه اللي كتسميوها انتم المحور. ولكن كما ديما كنقول لا يجب ان نقول المحور، بل يجب تعويض هذه العباره هذه يا اما بالقضيه يا اما بالاشكاليه. ثم يجب تحديد المفارقه، والمفارقه كما كنقول هي الشيء وضده، بمعنى انك تحدد لنا احتمالات الجواب الممكنه اللي كتكون دائما متضاده فيما بينها. مثلا على سبيل المثال، اذا كنا كنناقشوا هنايا الموضوع ديال قيمه الشخص، المفارقه التي تضعنا امامها هذه القضيه هو هل الشخص غايه في ذاته ام وسيله؟ بمعنى هل الشخص قيمه في ذاته ام ان الشخص له قيمه كلما كان يلعب دورا معينا، او انه كان وسيله لتحقيق اغراضنا الخاصه. ثم ان هذه المفارقه هذه خصكم تصيغوها في تساؤلات. بطبيعه الحال التساؤلات ديالكم باش تكون تساؤلات ممتازه لابد لها اولا ان يكون هناك التساؤل حول المفاهيم الاساسيه، ثم ايضا السؤال العام او السؤال الاساسي، ثم يتم تفريع ذلك السؤال الى مجموعه من الاسئله المتدرجه اللي كتبدا في الغالب بهل وكتضمن ام، بمعنى اللي كتوضعنا امام خيارين. مثلا خدينا الموضوع الذي اشتغلت عليه هو قيمه الشخص، السؤال هنايا ما القيمه وما الشخص ومن اين يستمد الشخص قيمته؟ من اين يستمد الشخص قيمته؟ هو السؤال العام. هل الشخص غايه في ذاته ام انه وسيله؟ هذا هو السؤال الفرعي. اذا هنايا رجعنا للسؤال ديالكم، هو كيفاش ممكن اننا نصيغوا واحد المقدمه اللي كتكون ممكن اننا نديرها في جميع المواضيع. الامر سهل جدا. ممكن هنايا انك تبدا في البدايه بالحديث عن الفلسفه وتبين بانها عالجت مجموعة من المواضيع الجوهرية إلى غير ذلك، وبأنها تبحث في ماهية الشيء وعمق الشيء إلى غير ذلك. من بعد ما كتهضر شوية على الفلسفة كتقلب على واحد الصيغة اللي غادي تمكنك أنك تنتقل من الفلسفة إلى المجال العام اللي هو المجزوءة التي يعالجها الموضوع اللي اشتغلتي عليه. ونفس الشيء من المجزوءة خصك تقلب على واحد الصيغة اللي غادي تنتقل من المجال العام إلى المجال الخاص، ومن المجال الخاص إلى القضية، ومن القضية إلى المفارقة، ومن المفارقة إلى التساؤلات. بهكا غادي تكون عندك واحد الصيغه ديالك الخاصه اللي غادي ديرها، سواء غادي تشتغل على النص، ولا سواء غادي تشتغل على السؤال، ولا سواء غادي تشتغل على القوله. والاهم كما ديما كنقول في المقدمه، ابتعدوا كل البعد كل الابتعاد عن ما يسمى بالمقدمات النمطيه، دي كيندرج النص الى الذي بين ايدينا ضمن كذا وكذا 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 الى غير ذلك. حاولوا ما امكن انك تصيغ واحد المقدمه اللي كتقول بينك وبين راسك بان هذه المقدمه ديالي، ما غاديش
يلقى هذا المصحح لا عند هذا التلميذ ولا عند هذا التلميذ. ولنفترض جدلا بانك اشتغلتي ولا خدمتي بشي مقدمه من المقدمات ربما التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، واعجبتك ديك المقدمه وارتحيتي ليها وجاتك سهله المراجعه الى غير ذلك، ممكن انك تحتفظ بديك المقدمه شريطه أن تغير ما يجب تغييره، ولا شريطة أن ديك المقدمة أنك تحاول تحتفظ بالعناصر الأساسية وتعود لها الصياغة بطريقتك الخاصة ولا بصيغتك الخاصة باش يكون فيها الأسلوب ديالك الخاص والبصمة ديالك الخاصة، وهكا غادي تكون المقدمة ديالك عندها واحد الميزة فريدة. من بين ايضا الاسئله اللي كطرح علينا ولا اللي كنلقاوها هنايا فيما يخص مطلب الفهم هو: واش ضروري انني نحدد المفهوم يعني نعرفه؟ واش ضروري انني نحدد المجزوءه يعني نعرفها، ام يمكن الاستغناء عن ذلك؟ شوف، بما ان العناصر الاساسيه اللي ديجا ذكرتها هي المجزوءه، المفهوم، القضيه، المفارقه، التساؤلات، ما فيها باس، ما غادي تخسر والو الا جاب الله مثلا عرفتي المجزوءه ولا جاب الله عرفتي المفهوم. غير هنايا بعض الأخطاء التي يجب الحذر منها أثناء تحديد المفهوم، وأثناء خصوصا تحديد المفهوم اللي هو المجال الخاص. إذا عرفتي المفهوم على مستوى المقدمة وسالتي المقدمة ديالك وكانت المقدمة ديالك بالنسبة لك جيدة ومشيتي للتحليل، راه كاينه واحد الخطوة تما اللي هي الاشتغال على المفاهيم. هنا اللي بغيت نشير ليه هو أنه بطبيعة الحال ذاك المفهوم اللي عرفتيه في المقدمه راه هو مفهوم اساسي، يعني غادي تعاود تعرفه على مستوى التحليل. هنا الخطا اللي خصك انك تحاول تتفادى انك تسقط فيه هو ما ديرش مثلا: وفي هذا الصدد اعتمد صاحب النص على مفهوم اساسي هو مفهوم الشخص الذي سبق لنا وعرفناه في المقدمه والذي اشرنا اليه في المقدمه نقطه. اذا هنايا غادي تعتبر بانك ما عرفتيش نهائيا المفهوم. الا كنتي شرتي ليه في المقدمه وعرفتيه في المقدمه، عاود عرفه على مستوى التحليل ولكن بصيغة أخرى باش ما تسقطش في التكرار. المسألة الثانية هنايا اللي ممكن أنني نشير لها هو فيما يخص المفارقة. بزاف ديال الكلام كيتسألوا اشنا هي بعد المفارقة، واش المفارقة ملي كنديرها في المقدمة خصني ندير المفارقة هي وندير العناصر ديال المفارقة، ولا خصني نعتمد صيغة أخرى؟ شوف، راه من الأول قلت لكم بأن المقدمة ديالكم خصها تحمل البصمة ديالكم الخاصة ويخص يحضر فيها وعن طريقها ومن خلالها المجهود ديالكم الخاص والأسلوب ديالكم الخاص. هنا ليس الغرض من صياغة المقدمة هو تقديم العناصر بشكل مباشر، لأنه إلا مشينا بهذا التفكير هذا شنو كنلقاو؟ خصك تكتب لنا بأن المجزوءة هي، المفهوم هو، القضية هي، المفارقات هي، والتساؤلات هي. إذا هنا راه يغيب في هذا الصدد المجهود ديالك الخاص. المفارقة بعد شنو هي؟ كما قلت قبل هي الشيء وضده. مثلا كيعالج الموضوع الذي سنشتغل عليه الحرية ديال الشخص. شنو هما الاختيارات هنا؟ واش حرية الشخص حرية مطلقة أم أنها نسبية؟ والشخص حر أم أنه خاضع للضرورة؟ هذو هما المفارقات. هذه الاختيارات هذو هما اللي كنسميهم المفارقات. ولكن باش ديرهم في المقدمة ملي كتقول مثلا: ويعالج النص الذي بين أيدينا ولا قيد التحليل والمناقشة قضية أساسية تتمثل في حرية الشخص، هنا غادي ندوز مباشرة من القضية إلى المفارقة. ما غاديش نقول المفارقة هي، لا، لأنك كدير واحد الشرط تمايا، واحد الحاجز بحال اللي كتهرس داك التسلسل اللي غدا به المقدمة. إذا هنا شنو الحل؟ من بين الحلول المقترحة في هذا الصدد أو من بين الصيغ المقترحة في هذا الصدد ممكن أنك دير: وهي القضية التي نستفهم من خلالها عن ما إذا كانت مثلا حرية الشخص حرية مطلقة أم حرية نسبية، وما كنديرش علامة استفهام لأن هذه مفارقة ماشي تساؤلات. إذا ما بغيتيش دير الصياغة هذه غادي دير: وهي القضية التي نتساءل من خلالها عن ما إذا كانت حرية الشخص حرية مطلقة أم حرية نسبية. هنا كندير المفارقة ديالي، كدير نقطة، كدير وهي المفارقة التي يمكن التعبير عنها في التساؤلات التالية، وكطرح التساؤلات اللي كتكون من 3 أسئلة أساسية. السؤال الأول اللي هو: ما الحرية وما الشخص؟ السؤال الثاني اللي هو السؤال العام: ما طبيعة الحرية التي يتمتع بها الشخص؟ هل هي حرية مطلقة أم حرية نسبية؟ هذا السؤال الثالث هو اللي كيتم السؤال اللي كوضعنا أمام خيارين، بمعنى المفارقة يتم التعبير عنها في صيغة سؤال.
إذا هذه كانت مجمل النصائح التي ممكن أنكم تستعنوا بها على مستوى صياغة المقدمة. نتمنى لكم كامل التوفيق.